أنا مواطن تونسي اسمي كريم بن يوسف، عندي مطعم بيتزاريا متواجدة بالمنزل السادس وبالتحديد في المركب التجاري بالمنزل السادس. تعرضت إلى مظلمة من طرف السيدة الوالية اللي هي على رأس ولاية ريانة المسماة مدام سلوى الخياري. الموضوع المطروح اليوم هو موضوع نتاع تعصب سلطات جهوية تتمثل في كوني، باش تسامحوني باش ياخذ وقت نعرض عليكم العريضة اللي حضرتها الأستاذة، واللي الأستاذة بتاعي كانت قبل رئيس بلدية نتاع رواد، يعني عندها دراية بالموضوع وعندها تفهم المواضيع البلدية والتراتيب والمواضيع هذه الكل. نبدأ نقرأ لكم. تم استصدار ضد العرض اللي هو أنا قدامكم اليوم سي كريم قرار إزالة تحت عدد 7 بتاريخ 21 فيفري 2017 عن بلدية أريانا المدينة، وفي تاريخ 22 أبريل 2017 تم تنفيذ القرار المذكور، ولم تكتفي البلدية في شخص رئيس النيابة الخصوصية بذلك فقط، بل وسط التنفيذ بواسطة تراكس طبقا للصور الشمسية والمعاينات المصاحبة لها، حيث أن العارض اللي هو سي كريم بن يوسف استغل الفضاء بناء على قرار صادر عن رئيس البلدية منذ 1998 في استغلال الطريق العام وإقامة ستائر ووضع علامة مضيئة، وحيث بقي العمل طوال هذه السنوات مقابل مبلغ مالي يقع دفعه من طرف العارض مقدر ب 7979 دينار و62 مليم. المساحات موجودة هنا، كان تحبوا تطلعوا عليها بعد ونعملوا لها صورة وتشوفوها، المساحات موجودة، فهمت؟ وحيث أن العارض بقي مستغلا ما ضمن بالقرار المذكور طبقا للقانون وبصدد دفع المعاليم المستوجبة بمقتضى وصولات خلاص تام الموجبات القانونية، وحيث ما راعى العارض إلا وبلدية المكان تقوم باستدعائه بتاريخ 11/12/2015 وتحرر المحضر في سماعه في 11/12/2015، في حين أن العارض يستغل الفضاء بموجب قرار وبصدد خلاص المعاليم، إلا أنه فوجئ في 21/1/2017 بإجراء معاينة تم قرار إزالة في عدد 7 بتاريخ 21/2/2017. سيد الكريم، لو توضحون، أنتم اتهمتم والية أريانا بتنفيذ قرار الهدم الغير قانوني، وضح لنا ذلك. غير قانوني مش أنا اللي قلته غير قانوني، قالته أستاذة قانون محامية ومحامي آخر، يعني أنا لدي زوج محامين، الأستاذة حليمة تيجاني والأستاذ السحباني. المحامين هذوما زوج بعد الاطلاع على الملف والاطلاع معمقا يعني على هذا الملف قالوا اللي هذا قرار الإزالة قرار تعسفي. نكمل نقرأ لك. أولا يستغل فضاء داخل مركب تجاري وليس رصيف، هذا هام جدا، حيث أن القرار قلنا المذكور لم يكن له أي سند واقعي، مش الكلام نقول فيه أنا كلامي أنا راه كلام محرر من طرف أستاذة، لم يكن له أي سند قانوني أو سند واقعي أو قانوني، باعتبار أن العارض أولا يستغل فضاء داخل مركب تجاري وليس رصيف. ثانيا أن بلدية المكان قد جددت مع القرار لما استخلصت منه معاليم المستوجبة سنة 2017. علاش تخلص عليه انا وبعد شهر ونص يتنفذ قرار ازاله؟ يعني تستعرف بيا وبعد ما تستعرفش بيا. تعديني للبلديه باش نخلص الاستخلاص نتاعي قبض البلديه وبعد تعمل لي قرار ازاله. ثالثا ان قرار الترخيص لم يسحب مني بل ما زال قائما الى هذا حد التاريخ. رابعا ان قرار الازاله بقي على مخالفه انجاز بناء خفيف من البلور والالومنيوم بواجهه المحل وعلى الرصيف، في حين أنه لا يوجد للمخالفة باعتبار أن العارض يستغل ذلك بموجب ترخيص وقع استخلاص معالمه. وحيث سيد الرئيس وحيث نتقدم نقول أن العارض قد تعرض إلى مظلمة كبرى، بل الأمر من ذلك أنه يقع إزالة الإحداثات يوم 21/4/2017 وبعد إمهاله بعد مدة 4 أيام لإزالة السقف يتراجع رئيس النيابة الخصوصية في شخص المعتمد في الإمهال ويقوم بجلب آلة تراكس يوم الاثنين ويضر بالمحل ضررا كبيرا، وتصور تدل على ذلك. بطبيعة الحال رئيس النيابة الخصوصية مش من عنده تعليمات جاته من السيدة الوالية. وحيث وصفه تنكيلا به لا غير طبقا للصور المصاحبة لهذا. والصور تنجموا تشوفوها. هذه الصورة الأولى، وفما كشك بجنب المحل اللي وقع تدميره، فما كشك صورة بتاع كشك مازال قائم الذات. ثم هذه الصورة الثانية
هذا تسونامي اللي صار للمحل، وهذه صورة تكشف عن حجم الدمار الهائل والقرار التعسفي الظالم ضد هذا المحل وضد العمال اللي يخدموا فيه. 80 عائلة تاكل منه في الخبز، وفيه زوج مراجعات جبائية ب 740 ألف دينار خذا منهم القابض تاع المنزل السادس يا عمر، تنجم تتصلوا به، أكثر من 137 ألف دينار. وهذه من الصور نتاع المحل، وهذا الصورة الأخيرة نتاع الدمار هذا الشامل، وهذه الصورة نتاع المحل ما قبل التهديم، ما في حتى يجورة ولا حجرة مبنية به، كله بناء خفيف. سيدي الكريم، سمعنا أن هناك ضغوطات مورست على بلدية أريانا قصد تنفيذ قرار الهدم. نعم، هناك عدة ضغوطات، أنا ما عنديش سلطة باش نعطيك الخفايا ولا تسريبات داخل ولاية أريانا، أما نعرف أعلى هرم السلطة المتواجد في ولاية أريانا عمل ضغوطات على المسؤولين في النيابة الخصوصية على مستوى المعتمد الأول باش ينفذوا هذا القرار ويقضيوا على مورد رزق نتاع 80 شخص يرتزق منه ودورة اقتصادية كاملة. ونرجع ديما ونقول ونأكد اللي هذا المطعم وهذا هذه البيتزاريا متواجدة داخل مركب تجاري، يعني بصحة السيدة الوالية في أنها تعالج مستواه، تعالج مشكلة المركب التجاري نقطة استفهام كبيرة. عندها عدة أشياء تنجم تبدا بها في ولاية أريانا، بنية تحتية، بطالة، فقر، تهميش، حل مشاكل الناس اللي يوميا يتصلوا بالولايات باش يحلوا مشاكلهم. الناس ما عندهاش باش تداوي، الناس ما الكارنيه تاع الكرام ما شدوهاش، الناس دارهم باش تطيح، الناس معناتها طريق عمومي مستغل. يعني شو نقطة استفهام ان كان تاجر نجي بعد 35 سنة نقول اختي بمجيء السيدة الوالية توا شو الهدف نتاعها كيفاش تكسر المطعم هذايا ولا تكسر زوز مطاعم اخرين وتخلي مثلا ما نعرفش اكشاك يقولوا نحاربوا في التجاره الموازيه. هاي موجوده التجاره الموازيه عن طريق هؤلاء الاكشاك، هاي خليتهم الاكشاك هذوما. والمطعم هذايا اللي يخدم في اليد العامله واللي مش مقلق جمله تنجم تعمل صبر للقراره، تنجم تتصل بي انا سيد الوالي ما اتصلتش بي حتى مره وما كلمتنيش وما اعتمدتش لو تيسيو سوسيال نتاع الخدامه، لو تيسيو سوسيال نتاع الخدامه اللي يمثلوا المطعم هذايا. اولا وقبل كل شيء وانا كي كتبت سيد رئيس النيابه الخصوصيه قلت راني عندي اردوازه فيها 740 ألف دينار للماليه التونسيه، راني قاعد نخلص وموظف الخلاص. سامحني اليوم الاعتمادات الخلاصات هذه شكون باش يخلصها؟ والالتزامات البنكيه شكون باش يخلصها؟ والخدامه العاطلين على العمل شكون باش يخلصهم؟ والدوره الاقتصاديه كامله اللي انعدمت في توا شكون باش يرجعها الدوره الاقتصاديه؟ وشكون باش يرجع المحل كما كان عليه؟ ما نعرفش القرارات هذه المرتجله وحديه الجانب، ما على الاقل عيط المواطن احكي معاه، اعطيه اهميه، شوف معاه حلول، مش حلول التهديد والقوه والعنف. سيدي الكريم، سمعنا انك قدمت قضيه ضد والية أريانا سلوى الكار. قدمت قضيه في المحكمه الاداريه. القضيه هذه تعرفها الاستاذه والاستاذ اللي هم ينوبوني في مستوى ما يمكن قيامه باجراءات على مستوى المحكمه الاداريه. انا نجهل الامور القانونيه هذا لانهم عرفوا اللي هذا امر تعسفي وامر غير مجدي، لذلك قالوا لي خلينا احنا نقوم بالامور القانونيه مع المحكمه الاداريه باش تاخذ حقك، لانه في وقت كما هذا دوله قانون ومؤسسات وديمقراطيه وحوار نلقاو شخص على اعلى مستوى هرم السلطه في مستوى ولايه اريانا تاخذ قرار احادي الجانب وتكسر المطعم هذايا. يعني ما نعرفش كما قلت سابقا انفا فما نقطه استفهام، لماذا كل هذا الاهتمام بالمركب التجاري هذا؟ لماذا كل هذا الاهتمام؟ ما يكون هو مركب تجاري، ماهوش طريق عمومي ولا طريق رئيسي، مركب تجاري. حتى ولو انك تحب تسلمه في محضر جلسه الى السيد البريزيدون دو سانديك يعني رئيس النقابه نتاع المزاسيس، لازم تسلموا له هو بطريقته الخاصه يلقى حلول مع الناس اللي باش تعمل معاهم في المستقبل ويزيد اعتماداته في الميزانيه نتاعو. كان عنده برنامج نتاع تضخيم الاعتمادات نتاعو على حساب البلديه اللي باش تفقد من ميزانيات من الاعتمادات نتاعها في الميزانيه وباش تخسر بالتالي في مستوى المحكمه الاداريه عده قضايا. ما نعرفش باقي نرجع ونقول ماذا بيا نطرق نقطه استفهام كبيره وماذا بيا الجواب من اعلى هرم السلطه مش من السيد الوالي، من المسؤولين اللي في الدوله اللي عندهم يلزمهم يكونوا ديما على عين على تصرفات الولايات والمسؤولين في اي منصب كان. نعاود نرجع نقول انا تو مثلا قامت بتنفيذ قرار في قرارات معينه في المركب التجاري، نجم نقول
مانيش انا ماني عندي مطعم، فما ناس اخرين عندهم مطاعم في المنزل خمس معمولين خارجين على نطاق القانون، فما وحود اخرين في ناجي هادي نويره وما ادراك ما ناجي هادي نويره في حي النصر. علاش القرار كان في المركب باش يقول لك مسؤول كي يسمع يقول لك لا انا جايينهم هذوك وقتاش جايينهم؟ انا عام جايينهم. شكرا.